في أوروبا والدول المتقدمة المسؤول اللي يكذب أو يدلس أو يحور بيعتبروها من الكبائر، ولازم يتم إقصاؤه بصورة فورية وبلا عودة. احنا بقى عندنا المسؤولين ما شاء الله عليهم بيطلعوا يكذبوا على الهوا عادي جدا، ومش بيكتفوا بالكذب، لا، ده ممكن يكذب في يوم ويطلع يدلس اليوم اللي بعده، ومفيش مانع يحور تالت يوم كمان. اهي ماشية وبتقضى عادي يعني، لا حسيب ولا رقيب. لكن نفسي اعرف بتجيبوا البجاحة دي منين؟ امبارح الشاشات كانت مفتوحة للكذب والتدليس والتلييس، كل اللي نفسه في حاجة بيقولها، وكأنك بتتفرج على برنامج الكذب اليوم. ناخدها واحدة واحدة كده مع بعض عشان نستوعب ماسورة الكذب والاحتيال اللي طفحت علينا امبارح دي. اتحاد الكورة حس بالمزنق اللي هو اتحط فيه، قرر بقى انه يطلق علينا 3 من رجالته يداروا على الفضيحة ويحاولوا يلموا الليلة. اوسكار رويز رئيس لجنة الحكام طلع قلب الحرف: انا ما كنتش عارف السؤال عن انهي ماتش، حصل خطأ في الترجمة يا جماعة، انا كنت بتكلم مع المترجم بتاعي مش بوجه كلامي للجمهور. بالفعل اتحاد الكورة طلب مني اجيب حكام اجانب، وحاولنا خاطبنا حكام من اوروبا وامريكا الجنوبية والمكسيك، بس ما قدرناش لضيق الوقت. نخلي بالنا قوي من ضيق الوقت دي، نفس الجملة اللي اتقالت في خطاب اتحاد الكورة للاهلي: انت راجل كذاب زي اللي عينك بالظبط، لسببين واضحين مش محتاجين نباهة يعني. اولا، ابراهيم عبد الجواد لما سألك عن ماتش الاهلي والزمالك قال لك اللي انسحب فيه الاهلي، يعني حدد لك الماتش، ما هو الاهلي ما انسحبش غير في ماتش واحد. تاني حاجة، انت في ردك على ابراهيم قلت انكم كنتوا متفقين من الاول على بسيوني هو اللي هيحكم الماتش، يعني انت كنت عارف كويس قوي بتتكلم عن انهي ماتش. قول اللي بعتك تصيح على الناس قديمة واتفقست تاني على الهوا، برجاء المحاولة في وقت لاحق. تاني حاجة طلقها علينا اتحاد الكورة كانت المدعو مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكورة. ده مسمى جديد تجميلي نظرا لسوء سمعة المنصب الأصلي اللي هو المدير التنفيذي. المهم، لازم تعرفوا مين هو مصطفى عزام عشان تعرفوا الخلفية بتاعته اللي بيتكلم منها. مصطفى عزام ده كان محامي الزمالك في قضية ناجي جده. ارجعوا بقى لتحقيقات النيابة وشهادة الشهود وتنازل جده بتعليمات من الأهلي جدعانة يعني، وانتوا تعرفوا موقف الزمالك كان ايه والزمالك عمل ايه، ومصطفى عزام ده كان بيدافع عن ايه. اول تحويرة اللي سي مصطفى دخل بيها علينا انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالعمل عن بعد يوم الحد، ما كانش فيه لا هو ولا اي حد من المسؤولين يحترم نفسه ويستقبل وفد الاهلي الرسمي الضيف عندهم. يا سلام على الالتزام، شفتوا الالتزام؟ قال كمان ان جمال جبر لما شاف قلة الذوق والجليطة وانعدام اللياقة اتصل بيه عشان يشوف ايه اللي بيحصل ده، فسي مصطفى مشكورا قال له انه مسافر مع الاسرة الكريمة. اولا، اتحاد الكورة هو اللي حدد يوم الحد للجنة الاهلي، ولا اتحاد الكورة ما كانش عارف قرار رئيس الوزراء واتفاجئ بيه السبت بالليل؟ ثانيا، القرار بيقول العمل عن بعد مش الفسح عن بعد مع الأسرة الكريمة. بعدين سي مصطفى قال إن الأهلي مش من حقه يجيب خبير صوتيات، وجهات التحقيق هي اللي من حقها، وراح رامي تلقيحة كده إنه يعني الأهلي ليه مخون اتحاد الكورة. وقال كمان إن ما حولناش حاجة من شكوى الأهلي للجنة الانضباط بخصوص إهانة محمود قفا للاعيبة الأهلي لأن مفيش دليل. طيب، أولا، لو عايز خبير صوتيات من جهات التحقيق قول الكلام ده بشكل رسمي في بيان أو خطاب، وإن شاء الله الأهلي يجيب لكم النيابة العامة تشوف بقى تهروا وتطبخوا في إيه جوه الاتحاد ده. ثانيا، الأهلي مخونكوا ليه؟ ما هو من عمايلكوا السودة. هو احنا كلنا إيه نشرب عليه؟ هو انتوا عملتوا إيه يخلي الأهلي يثق فيكوا؟
هو انتوا بتعملوا حاجة غير إخفاء وتزوير وتلاعب؟ وحكاية مفيش دليل على محمود قفا دي عيب عليك قوي، لأن الدليل عندك في الفار. انت اللي مش عايز لا تذيعه ولا تخلي الناس تسمعه. تالت واحد طلقوا علينا اتحاد الكورة كان المجاهد. المجاهد ابتدى كلامه بعند الله تجتمع الخصوم. الله عليك، اللهم قوي إيمانك. المهم، المجاهد قال إنه بعيد تماما عن اتحاد الكورة ومالوش أي صفة في الاتحاد من يناير 2022، وإنه بريء تماما من خطاب تنظيم نهائي أفريقيا. وبعد كده بقى قعد يقول كلام كتير عن كفر الشيخ ومحمود قفا من كفر الشيخ والشناوي من كفر الشيخ وحسام غالي من كفر الشيخ والحمول وانا وانت، واحلى تحية لكفر الشيخ واللي منها. حوارات كده ملهاش اي علاقة ببعضيها، غير ان بس الموجة عالية ومحتاجين نغلوش، فنستغل بقى الفتنة اللي بيحاولوا يعملوها حاليا بين الاهلي ومحافظة كفر الشيخ بقيادة قائد ومشعل الفتن الأول في مصر، زي ما عملوا مشاكل مع الإسماعيلية وبورسعيد. التسخين دلوقتي على كفر الشيخ لمجرد إن محمود قفا من كفر الشيخ. لكن الكذب اليوم بقى في موضوع إن ملكش صفة في اتحاد الكورة ده كذب واضح جدا. أولا، في قرار رسمي صادر من اتحاد الكورة بتاريخ 22 يناير 2025 بتشكيل لجنة تطوير اللوائح بعضوية أحمد مجاهد. ده قرار رسمي، مش كلام ولا تلقيح جتت، قرار رسمي نزل في الجرايد والمواقع. ثانيا، لما انت مالكش صفة في الاتحاد، امال بتعمل ايه هناك بصفة يومية؟ من صباحية ربنا اول واحد بيفتح الاتحاد ويرش مية هو انت، ولا بتروح تأمن على الاقفال مثلا؟ ما الناس كلها عارفة مين اللي بيعين الحكام. امال شلوح الحكام بتاع كفر الشيخ ده مين اللي جابه؟ اما بقى موضوع خطاب نهائي افريقيا ده انا ليا فيه تعليق، وتعليق مهم جدا. كل الاعلام لما بيجي يتكلم في الموضوع ده بيقول اخفاء خطاب تنظيم نهائي دوري الابطال. ده في حد ذاته تدليس رسمي، لان الاخفاء يحتمل السهو. عادي يطلع لك اي مسؤول كذاب من اياهم يقول لك الجواب اتنسى واتشال في الدرج يعني. وعلى فكرة ده اللي قاله المدير التنفيذي السابق المدان في القصة دي من وزارة الشباب والرياضة الزملكاوي وليد العطار. ده نفسه اللي بدلوه بمصطفى عزام الزملكاوي برضه، بس غيروا المسمى لأمين عام الاتحاد. قال يعني كده مش هنعرفه احنا يعني. المهم، الخطاب لو سمحتوا محدش يقول تم إخفاؤه، الخطاب تم تزويره. الخطاب أول بند فيه كان تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا. تم حذف البند ده من الخطاب، وتم إرسال الخطاب لوزارة الشباب والرياضة للموافقة على تنظيم بقية البطولات، ومنها كانت الكونفدرالية على فكرة يعني. وأظن الفرق واضح جدا بين الإخفاء والحذف والتزوير. الكلام دلوقتي على التصعيد بين اتحاد الكورة والأهلي. يوم الأربعاء الجاي في حوار كبير. الاتنين هيستخدموا كل الكروت اللي في ايديهم. الاتنين بيسربوا للإعلام الكروت اللي هيلعبوها لتخويف الطرف الآخر. الصراع دلوقتي بقى مين الأقوى. اتحاد الكورة بيلعب بكارتين. الأول إنه بيهدد بتحويل سيد عبد الحفيظ للجنة الانضباط، عشان قال لمحمود قفا احفظ الوش ده كويس عشان مش هتشوفه تاني. أنا حبيت الجملة دي قوي يا جماعة بصراحة يعني. ده اسمه فن ازاي اهزقك بالادب، حاجه كده سبيشال يعني، مش اي حد يعمل الشويتين دول. الكارت التاني لاتحاد الكوره هو تخفيض عدد الاجانب من 5 ل3 وحصر الفلسطينيين في لاعب او 2 بالكتير. الكلام ده طبعا تحت ستار مصلحه مصر متمثله في المنتخب القومي، ومعروفه لما تحب تعمل اي مصيبه الزقها في مصر وكله يهون عشان مصر. الأهلي بقى كروته كتير. أولا هيصعد لوزير الشباب والرياضة وهيصر على الاستماع للفار،
وهيروح للنيابة لو طلع بيان رسمي من اتحاد الكورة ان خبير الصوتيات من حق جهات التحقيق وبس. الاهلي بقى ناوي يروح المحكمة الرياضية الدولية في الموضوع بتاع حكام ماتش الاهلي والزمالك ده، خصوصا بعد اعتراف اوسكار رويز. ليه؟ الاهلي مركز قوي في الموضوع ده لانه اولا عايز اعتذار رسمي من ابو ريدة على الكذب والتدليس، وعايز اعتذار على جملة اعتباره منسحب اللي تناولها الاعلام وبقلبانة في بقه. عايز تعويض عن ال60 مليون جنيه غرامات اللي اتطبقت عليه. وهنا في نقطة مهمة جدا ما حدش بيجيب سيرتها خالص، مش عارف ليه، مش فاهم ايه النظرية يعني. الزمالك في اخر 5 سنين انسحب 3 مرات قدام الاهلي. هل اتطبقت عليه العقوبات؟ اتخصم منه فلوس 60 مليون؟ اشك تماما. اللي الاهلي كمان بيفكر فيه دلوقتي انه يقاطع اتحاد الكورة ويمنع تماما دخول اعضاء اتحاد الكورة للنادي الاهلي في اي فرع من الفروع وفي اي مناسبة ينظمها النادي. كمان الاهلي بيفكر يقاطع بطولات اتحاد الكورة اللي هي الكاس والسوبر يعني. ده بقى القرار اللي عجبني قوي، هموت ويطبقوه. احنا لا عايزين كاس ولا سوبر ولا مش طالبة معانا الهيافة دي خالص يعني. يبقوا يورونا بقى من غير الاهلي مين هيرضى ينظم لهم السوبر ويديهم ملايين كل سنة. خلي بقى الزمالك ابو شعبية طاغية في الخليج ده ينفعك. اخركوا تلموا الزمالك على بيراميدز على سيراميكا على زد والهري ده وتروحوا تلعبوا بعض كلكم تحت الكوبري دورة حلوة كده على صندوق عصير مانجا. الاعلام الزملكاوي حاليا بيحاول يفهمنا ان الاهلي عامل البوليكة دي كلها مع اتحاد الكورة عشان يلهي جماهيره عن حالة الفريق السيئة والاداء السيء اللي بيتقدم. الحقيقة ان الافكار المخططة دي عمر ما ادارة الاهلي فكرت فيها، ولا جمهور الاهلي اصلا بيضحك عليه ولا بيركب المرجيحة زي الصفوة. دي ادارة الاهلي قالت لجمهورها وش انها مش قادرة تمشي يستوروب عشان غلطت وعملت شرط جزائي كبير ما تقدرش تدفعه. ادارة الاهلي ما عندهاش اللي تخبيه. ادارة الاهلي مش بتلعب بالبيضة والحجرة وشغل بص العصفورة ده. مش كل حاجة بتعملوها تلزقوها في الاهلي. الاهلي غير وجمهوره غير. احنا مش بنخبي دقننا. جمهور الاهلي عارف كويس قوي وبيقول بصراحة ان مستوى الفرقة زبالة، وعندنا ثقة كبيرة في ادارة النادي انها تصلح الموضوع ده السنة الجاية. بس ادارة الاهلي لما بتيجي تصلح بتصلح بفلوس النادي. مش بنعمل صفقات عن نوتة ناخد اللعيبة وناكل على الاندية فلوسها ونطلع نقول بنكسب رغم الظروف وبنلعب بالناشئين والزمالك حالة. حاجات الحلوة بتاعتكو دي. الاهلي باختصار عامل البوليكة دي عشان عايز حقه، عايز حق لعيبته، عشان مش واحد عرة كل مؤهلاته انه زملكاوي متعصب يتطاول على كباتن الاهلي وكباتن منتخب مصر اللي بتتشرفوا بيه. الاهلي عايز يحافظ على هيبته وعايز يتأكد ان واحد زي قفا ده لما يتجرأ يظلم الاهلي ويتطاول على لعيبته بوقاحة هيتعاقب ومش هيشوف طرف الاهلي في الملعب تاني، ولا احنا هنشوف وشه تاني. ناس ما عندهاش دم.